جماهير واعضاء جمعيه عموميه، صاحب العزبه ساب العزبه مخدره. تاني انا اخر شهر دافع المرتبات ودافع كل حاجه. يا سلام بفلوس يا كناب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مشاهدي قناة المايسترو، كل سنة وانتم طيبين. في حلقتنا النهاردة هنكمل الجزء الثالث من حصاد ضحك نادي الزمالك سنة 2023. هو مفيش حد غيري يتضرب هنا ولا ايه؟ أول كوميديا الزمالك بيقدمها لنا النهاردة سنة 2023 هي صفقة إمام عاشور. شبه نجم على امام. قرب لي بقى، قرب هنا شويه. ابو تقل دم امك، ما بحبوش الواد ده. امام عاشور اقسم برب الكعبه ما هيروح النادي الاهلي لو هيديله مليون جنيه. وانتوا كلكم كدابين كده. والمصحف مسيحي. مليون جنيه. مليون جنيه في ايه؟ في اليوم. مش مليون جنيه في السنه، يعني في اليوم، يعني كل يوم هيديله مليون جنيه مش هيروح النادي الاهلي. الاولى حمار والتانية حمار والتالتة بردك حمار. الشهر اللي فات انتشر كلام كتير جدا على انتقال امام عاشور للنادي الاهلي. قول لي انطباعه ايه وعايز ايه وهل ممكن يرجع؟ فانا قعدت معاه وكلمت، قلت له يا امام انت ايه الدنيا؟ قال له والله يا كابتن انتوا لو محتاجين انا موجود. ولا بكنوز الدنيا ضحي بابويا، ده انا معاشره فوق 12 سنه دلوقتي. 100 جنيه وده اخر كلام عندنا. طالما اخر كلام يبقى الصح يتقال بقى 150 وابلغ عليه هو وامي بيبيعوا بانجو وانا عارف مكانه فين. يعني اللاعب ما عندوش مانع يعني؟ لا ما عندوش مانع. ما عندوش مانع انه يرجع نادي الزمالك تاني. هو عماد مأكد لي، امال انا جاي ليه لينا؟ لك انا مش هرجع، هو ده كلامه. كنا قاعدين كده في التمرين، حتى اللعيبه بتهزر معاه، قال لهم انا ما الزمالك. لا واثقه من نفسيها مش واخد بالك. ممكن تقعد ونعمل عقد جديد مقابل محترم يليق بيك وموهبتك. انا اكيد يا ريس مش عايز امشي، لان نادي الزمالك اللي انا اتربيت فيه وانا من صغري انا من صغري، هو من ساعه ما قال من صغري بالزين وانا مش شامم ريحه مش حلوه. من ساعه ما ظرفنا حته انا من صغري وانا مش عارف، ما جاتش معايا السكه امه. دموعك غاليه على كل جماهير نادي الزمالك وعلينا طبعا كشخصيات داخل نادي الزمالك، وعلى المستشار مرتضى منصور اللي لحد اخر لحظه عايزك جوه نادي الزمالك وبيحبك وبيعتبرك طبعا بيتعامل معاك زي الكابتن امير والكابتن احمد. عظيم ثلاثه والله العظيم انا هطلع بس دنمارك. انا هجيب جبنه دنمارك عشان جميله مش موجوده في مصر هنا، وبعدين هرجع تاني انا مش هلعب في مصر غير نادي الزمالك. You cannot see a ghost until he decides to reveal himself. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعوض عليك. الله يعوض عليه. الله يعوض عليا. ما الله يعوض على بلبل مش نصاب. بلبل ده صاحبي. ده حبيبي. يا حسن السودة أنا يابا. يا حسن السودة أنا يابا. يا حسن السودة أنا. انت قلت لي من شويه انك زملكاوي باين. اكيد طبعا زملكاوي طبعا، العيله كلها يا ريس. هم خايفين ترجع من المكان ده على النادي المنافس. يعني على بختي وبختك يابا. ايه عشمني بيه وغدر بيا. هو مين ده؟ حببني فيه وسابني يابا. ان شاء الله يا ريس، حتى لو فكرت ان انا ارجع مصر تاني باذن الله، انا طبعا مش هرجع لبيتي تاني اللي انا شفت فيه كل حاجه حلوه. لازم نرجع لبعض يا طبش. يا ابني ايه الكلام اللي بتقوله الناس يقولوا ايه؟ نرجع لبعض ايه؟ يخرب بيك. بس هي دي فرصه، والفرصه ما تجيش الا مره واحده، وانا بستاذن حضرتك ان انا عايز احترف وربنا يكرمني وان شاء الله تبقى خطوه كويسه ليا. إمام عاشور احترف، راح للنادي الأكبر، راح للالتزام، راح للفلوس، راح للبطولات. مفيش أي نادي في أوروبا ممكن يلعب له إمام يقدر يحقق له اللي الأهلي حققه له. إمام النهارده لعب في كأس العالم للأندية اللي ما لعبش فيه نادي الزمالك، وأحرز هدف وكان أحسن لاعب في أحد المباريات. سؤال مهم جدا، ليه أزمة كهربا كانت أكبر بكتير بالنسبة للزملكاوية أكتر من إمام عاشور؟ وليه كل الزملكاوية بيحاربوا كهربا وما بيحاربوش إمام عاشور؟ قول انت بقى.
ده لسبب واحد، لأن مرتضى منصور خد على قفاه من كهربا. ايه انا ما انضربش في بيتي الا من مراتي. اصيل يا برحان. خد على قفاه بمعنى ان هو كان عامل حساب الغرامه علشان يسدد فلوس نادي الزمالك ويفتح القيد، ولكن كهربا اداله على قفاه ونادي الزمالك اتوقف مرتين قيد لانه ما خدش فلوس كهربا. اما امام عاشور ففلوسه كانت موجوده، الفلوس خلاص دخلت في الجيوب. ده عالم صايع يابا. الناس دي لو بتحب نادي الزمالك ليه فلوس صفقه امام عاشور ما سددش بيها ديونه وحل بيها قضاياه وفتح القيد؟ لان الزمالك هو اخر همهم. لو دورت في التاريخ كله عمرك ما هتلاقي لاعب من النادي الاهلي كان بيلعب في نادي الاهلي وبيلعب في قائمه النادي الاهلي قدر الزمالك ياخده. كل اللي بيروح نادي الزمالك من الاهلي هم لعيبه مطاريد، انما لو عاوز تتعلم اتعلم من الاهلي اللي ممكن يجيب اي لاعب من نادي الزمالك وغير نادي الزمالك. وفي سنة 2023 كان في قضية مهمة جدا، عرفنا كلنا أحمد فتوح وعبد الله جمعة ما كانوش بيلعبوا ليه. فتوح وعبد الله معروضين للبيع، ما عندهمش كورونا. فتوح وعبد الله جمعة ما عندهمش كورونا. في مخدرات في جسمهم. ايوه قلتش حاجة انا بقى؟ اسكت يا ده هو اللي بيقول. الله، يعني سايب شغله ومتفرغ للمخدرات؟ كنت ايه ده؟ مخدرات ده يا راجل. عرفت بقى؟ وهعرضهم انا بكره. انا اللي هعرضهم على منشطات اللي هربوا منها، هم اعترفوا انهم واخدين مخدرات. صاحبك ده راح في بدايه. وده اللي قلت لهم امبارح ما كانش عاجبهم كلامي. خلي بالك، نسوان ومخدرات. انت واحده وانا واحده، انت واحده وانا واحده. دول موقوفين لاجل غير مسمى معروضين للبيع، وبكره الدكتور محمد هياخدهم يحلل لهم. لا كورونا ولا خرا. اسكت، مش نتيجة عينة المنشطات طلعت؟ طب ايه؟ مبروك. مبروك ايه؟ انت حامل. اقسم بالله يا احمد فتوح، اذا ما التزمت وعرفت حجمك، ملفك من الماظه ومدينه السلام هيتفتح، انا اللي هفتحه هنا. وانا زي بابا بالظبط في كل حاجه، وفي الشده شديد وفي القوه قوي قوي قوي. والاغرب ان احمد فتوح هو نفسه احمد فتوح اللي نادي الزمالك باس ايده ورجليه علشان يجدد. معلم عدت على خير. مصر هي امي، نيلها هو دمي، انا عايز ابشر جمهور الزمالك بان من دقائق قليله جدا وقع كابتن احمد فتوح ابن نادي الزمالك عقد لمده 3 سنين. وفي فيديو اعتذار من فتوح لجمهور الزمالك. تعلن جمعية أصدقاء الإرهاب الدولي مسؤوليات اللي أنا الزعيم بتاعها، يعني لا مؤاخذة يعني مسؤوليتها الكاملة عن إن أي لبش في أي حتة في أي منطقة من العالم إحنا اللي عاملينه. جمهور نادي الزمالك العظيم طبعا، الجماهير ممكن تكون فهمت حاجات كتير غلط، وأنا عمري ما بيع نادي الزمالك. يا لئيم انت لئيم، مش كده؟ قلت ايه؟ ولان الزمالك دايما متفرد وادارته دايما متفرده وجماهيره مختلفين عن جماهير العالم كله، نادي الزمالك في 2023 لعب مباريات ب2 مديرين فنيين، والمدرب ده هو قاعد بيشتغل ما يشتغلش، ومعاه مدرب تاني بيشتغل ما يشتغلش. بقى عندنا شيء مش موجود في مصر ولا العالم، وفي النهايه الاتنين ما بيدربوش، وفي النهايه اللعيبه ما بتلعبش. وكالعاده سنه 2023 ظل الزمالك حصاله افريقيه. هو طبعا واضح ان هو موسم للنسيان، لا في لعيبه عندها نخوه ولا عندها روح، شايف لعيبه مستسلمه. هو احنا بنكسب في مصر بس؟
بنكسب في مصر بس ردوا عليا. ما عندناش غير مصر بس اللي بنكسب فيها بالتحكيم وبالزور. ايوه اوعى تقول لي غير كده. استرنجة يا اسطى، اديني الحقنة بسرعة أرجوك، محتاجة الجرعة. اديني الحقنة بسرعة أرجوك، أنا عايزة الجرعة. اديني الحقنة بسرعة أرجوك، أنا عايزة الجرعة. اديها الحقنة بسرعة أرجوك، أنا عايزة الجرعة. ولا عندك مدير فني عمال يألف، مدرب بصراحة عقيم. ممكن توصف لي الحالة بالظبط؟ يا حالة ما تتوصفش، عدم لا مؤاخذة يعني. لقيت نفسي مفيش خالص. مفيش. ايه ده؟ ايه القرف ده؟ بصراحة قرف. بصراحة الواحد قرف. رايح مباراة حياة او موت. احنا بنقول حياة او موت. كرامتك، كبريائك، لا تقبل قسم على 2. ده احنا ما رحناش للجون. وبعدين انا مش عاوز افضح نفسي. مش عايز تفضح نفسك ده يا شحتة. ده انت فضحتك بقت بجلاجل. ما عرفتش انت؟ مفيش خالص. بح. يا جماهير الزمالك، انت بتحط نفسك في مقارنة ليه مع النادي الاهلي؟ هل انت عندك مجلس ادارة؟ هل انت عندك جهاز فني؟ هل انت عندك لعيبه؟ ازاي بتنتظر وتحط راسك براس النادي الاهلي؟ وازاي بتنتظر تكسب؟ ده انت كتر خيرك ان انت لحد النهارده في الدوري المصري. معلش يا معلم، اهو بياكل عيش وبكره يتعلم. يعلم في المتبلم يصبح ناسي. سنه 2023 مصر خسرت راعي الاخلاق اللي اخيرا اتسجن، او المفروض يكون اتسجن، كمان اتعزل. مش اتسجن بس، كلنا كمصريين محترمين نشكر الكابتن محمود الخطيب اللي قدر يعمل ده، واللي قدر اللي كتير ما قدروش يعملوه. مرتضى منصور اللي عنده حصانة أبدية في مصر، رؤساء الدولة اتسجنوا إلا مرتضى منصور. صاحب العزبة قفل العزبة وخد ولاده. أحمد غير مسؤول على الفرق الجماعية ولا أمير مسؤول عن الكورة، وتحملوا المسؤولية. مين اللي أثار الإثارة؟ الحقيقة هو أنا، والفضل يرجع لي، ولازم نرد الفضل لاصحابه. بس في بقى كمان اللي شجعني وقف جنبي ودعمني، وده من حقه ان انا اقول هو مين، لانه موجود معانا هنا. الشخص ده هو انا، لان انا من غيري ما كنتش وصلت لاي حاجه. فانا بشكرني على وقوفي جنبي. ربنا يخليني ليا وما يحرمني مني ابدا. جماهير واعضاء جمعيه عموميه، صاحب العزبه ساب العزبه مخدره. تاني، انا اخر شهر دافع المرتبات ودافع كل حاجه. يا سلام بفلوس يا كناب. انتهت آخر مباراة قمة بين الأهلي والزمالك في مصر بفوز الأهلي 4-1 على الزمالك. هزيمة صعبة، هزيمة ثقيلة كانت، دايما متعودة دايما. لكن مرتضى منصور رئيس النادي المعزول دائما يفاجئ الجمهور بتبرير الهزائم. هذه المرة حدد شخصا اتهمه بسحر العارضة اللي فطحانة في المنطقة والمحطات الفضائية. ده مش محتاج نقول عليه ساحر، مش محتاج. اهو صورة الساحر رجب محمد شيب رجب بحة. التربندوخ كنا شباب وبقينا شيوخ. التربندوخ كنا شباب وبقينا شيوخ. روح يا شخشوخ وتعاشى مروخ. إذن السبب في هزيمة الزمالك في رأي مرتضى منصور هو العفريت الذي كان يقف عند العارضة. انت بتتكلم جد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. هنا وظف الساحر العفريت عند العارضة اليمين. إذا كانت هذه اليمين فيقف هنا، إذا كانت تلك فهو يقف هنا. عفريت. رجب بحة هو الذي جند العفريت للقيام بالمهمة. ده انت مسخرة. نادي الزمالك والزملكاويه بيصدروا ضحك، بيصدروا كوميديا، وده كنز لازم نستغله كلنا، لازم ننشره العالم كله، لان ده ممكن يجيب لنا فلوس كتير. الصدمة على صورة زكريا يمكن تدلك من صورة زكريا، وكان بيروح لها امتى؟ ابوك موجود ولا ابوك بره؟ انا وياك، لا الوحش بيحلو ولا الزفر بينضح. احترم نفسك يا كلب يا قليل الادب التوبوه. انت بتكلم واحد من ارجل الرجاله في البلد دي، مش في البلد دي، لا في العالم العربي. انت بتضحك ليه يا عم انت؟ بيكذب المنحرف يا الموجود
المنحرف ابو احمد عندكوا شامبو لا ما عندناش مال عندكوا ايه دباتيب عندنا دباتيب يا ابو احمد يا المنحرف. بشكركم على المتابعة، ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعيل زر الجرس. شكرا لكم أعزائي مشاهدي قناة المايسترو، إلى اللقاء في حلقة جديدة من حلقات المايسترو. ما تنسوناش بدعم القناة بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.